السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. فيديو اليوم راح نحكي فيه عن رواية فتاة الياقة الزرقاء للمؤلف عمرو عبد الحميد. طبعا هذا المؤلف أنا بحب أقرأ له كتير، لكن أول مرة بقرأ له رواية بطول كتير فيها. شوي كانت الرواية جامدة، هي مش كبيرة كتير، 200 شوية يعني مش كتير كبيرة، بس كانت شوي جامدة، هيك أخذت معي وقت. فكرة الرواية بتحكي عن بنك كان مسؤول عن الإنجاب في فترة من الزمان يعني. تعرضت البشرية لفيروس، فهذا أثر على الإنجاب، فعملوا بنك مشان هو يتحكم في موضوع الإنجاب. وكان عندهم شرط إنه كل فتاة بتكون سليمة بحطوا لها ياقة زرقاء